مساء الخير على الجميع. معكم شريف عبد الفتاح، أحييكم من ميدان التحرير، ميدان الثورة، واللقاء مع روح الثورة السائر المناضل والمفكر الأشمل والعاقد الأكمل، سلطان العلم وجهبذ العلماء، محمد محمود إسماعيل العربي. ونظرا لاعتلائه منصة الميدان واستعداده لإلقاء قصائده الملتهبة والتي عودنا عليها منذ 25 يناير وحتى الآن، كان لنا هذا اللقاء مع زوجته السيدة هبة حسن أبو الخير، وأيضا ابنه زياد محمد العربي. أستاذة هبة، بالبلدي كده هي إيه الحكاية بالظبط؟ هي العيلة كلها ثورية، يعني الأب والابن وكمان الزوجة؟ هو كلنا فعلا كده. حتى كان هو اول واحد ينزل ميدان التحرير، والحاج سيد محروس صاحب شرطة التحرير يشهد على كده. حتى الحاج سيد فرض الاجانب المصريين اللي كانوا موجودين الا محمد العربي هو اللي سابه. ممكن الحقيقة هو جنبنا، ممكن تسال الحاج سيد محروس. أكيد. طب نسأل حضرتك، كان ايه دورك في الثورة؟ طبعا كان في ثورة في بورسعيد وجميع المحافظات في مصر. اكيد طبعا كان في ثوره في كل المحافظات، وانا كان دوري في بورسعيد ان انا نزلت اول واحده، نزلت وهتفت ان يسقط حسني مبارك، وكان معايا ورقه كاتبه عليها يسقط حسني مبارك قاتل الانبياء، ومسكتها في المعديه ومشيت بيها. وبعدين كنت برضو اول واحده تقطع اكبر لوحه موجوده، اللوحه اساسيه موجوده في بور فؤاد، اتقطعت. بعد كده بقى بدا الشباب يقطعوا نفس اللوحه يكملوا على تقطيعها. عرفوا انك بتعملي حاجة صح. اكيد طبعا، لان ما كانش في حد يحب يشوف منظر حسني مبارك اول ما يدخل من المعديه. وانت يا زياد، كنت مع بابا في ميدان التحرير يوميها ولا كنت في بورسعيد مع ماما؟ لا، كنت في بورسعيد مع ماما. طب احكي لي ايه اللي حصل في بورسعيد. هي ماما كانت أول واحدة قطعت صورة حسني مبارك في ميدان المعديات في الفؤاد، والناس كانت بتبص للموضوع باستغراب، وبعد كده بدأوا يهدوا. كان ايه دورك في الثورة؟ أنا انضميت لشباب ائتلاف الثورة في بورسعيد. كانوا بيدوا محاضرات مجانية في نقابة المحامين عن العمل السياسي والنقابات وازاي يعني تعمل توعية الشباب بالعمل السياسي. زياد، كان نفسي الحوار يكون أطول من كده معاك، لكن دلوقتي أنا شايف سيادة المفكر اعتلى المنصة، وهنسمع النهاردة قصيدة جديدة بعد مرور سنتين على قيام الثورة. تقدر تقول لي ازاي يا مصر نتقدم ونعيد عصور زاهية والكل يتبسم، ناخد شهادات شواهد، عالم ومتعلم، مش بس شهادات ورق بالغش يا معلم، مصاطب تبدل مصاطب، خدم وتتخدم، دركات لأدنى الضيق، يا دوب تتكلم تشهد شهادة زور، دكتور متهندم رسالته عملت ايه؟ الشعب متجدد وهم قول ملايين، ورق بيتكلم كلام اي كلام، تحت بتسلم يقولوا جيل ورا جيل، ورق بيتعلم بالكوس هيبقى وزير، زير بس سلم خلاص في قاع البيت، مصر بتتألم، يا رب يطلع جيل يعلم ويتعلم. لامتى هنفضل كده عهدة بتسلم حكومة تسلم حكومة من غير حساب؟ قسم العار ما عادش عار يتكلم او حتى يصرف ممنوع يتألم، يعود مشاعر الموت من غير صوت
عزل ميزان القيامة قام، ما عادش ينفع ندم. الرحلة خلاص انتهت، افرش متاع العدم. شطط الشيطان شط، صراط الحق احتكم. بالعدل اوزن متاعك، غرورك فين انكتم. لسانك خلاص خرس، ما عينتش خلاص علم. كلك هيشهد عليك من ايدك لحد القدم. سرقت ليه الفقير وخنت ليه الوطن؟ غرك في الدنيا ايه؟ اوعاك تقول الزمن زمنك فيها قليل، ويا ما شفت الكفن بيلف غيرك كتير. عميتك عنه الفتن، هو الشيطان ده ايه؟ ما يساوي جزمة في قدم. لو كنت دست عليه يا كنت الحكم، ونصرك الله عليه وبقيت في جنة عدن. للسيب يسرق في دمك لحد ما بقيت صمم. ازاي رضيت يعميك ويحط وقر الصمم؟ يسرق حس حواسك ويبني فيك السكن. خلاص هتسكن معاه في خلد جحيم المحن. هتشوف العذاب الوان في خريف مصرمد ألم. نيران محيطها الغضب، أمواجها براكين زبد. زبنة جهنم ايه؟ مالك خلاص اترسل. ياخد كتاب جرايمك ويصدر مرسوم هرم على قد ظلمك لنفسك. عدم ويا ريته العدم.